تعالى لي بقى، انت مين بيشدك؟ انا عايز اعرف يا ابني، فهمني انت مين بيشدك؟ اهلا بكم في حلقه جديده من الحلقات اللي بنمسك فيها فيلم بيتكلم عن الفضاء ونفليه كده حته حته عشان نشوف هل فعلا عملوه صح ولا كان مجرد فيلم عادي وهيعدي. والفيلم اللي هتكلم عليه الحلقه دي هو فيلم جرافيتي. انا فاكر ان الفيلم ده لما اتعلن عنه ونزل اعلانه كنت متحمس جدا اشوفه، ولما نزل وشفته اتصدمت صدمه كبيره قوي. مبدئيا كده الفيلم بيمثل فيه 2 و3 جثث وصوتين بس، حرفيا جورج كلوني وساندرا بولوك والثلاث جثث وصوتين بس. وخليني اقول لك ان دي ما كانتش مشكله كبيره عندي، انا بعشق ساندرا بولوك وجورج كلوني، ده زي رشدي اباظة عندنا او عمر الشريف، دون جوان هوليوود الاول، فكنت مستمتع يعني بالكاست ما عدا الجثث طبعا. امال ايه اللي قفلني من الفيلم؟ الجثث؟ لا، بس خليني اقول لك ايجابيه كبيره قوي في الفيلم ده. في رايي الشخصي ان الفيلم ده هو افضل فيلم يتعمل فيه فيجواليزيشنز للفضاء، يعني رسم الفضاء والارض والشمس في الفي اف اكس والسي جي اي من الاخر مرعب، معمول حلو قوي وبدقه كبيره. وخليني افاجئك باول معلومه واقول لك ان 95% من الفيلم ان ما كانش 99% كله مرسوم، كله معمول كمبيوتر وسي جي اي وفي اف اكس. حتى انيميشن الشخصيات نفسه والحركه بتاعتهم كله معمول حسابه قبل ما يتم اصلا التصوير، ولما تم التصوير بناء على الحركات اللي معموله في الفي اف اكس والسي جي اي. بص اللقطه دي مثلا باين فيها ضوء الشمس، ايه يعني سهله؟ لا يا ماو، هم واخدين بالهم من تفصيله لو واحد بيعمل فيلم وخلاص مش هينتبه ليها في الفي اف اكس، وهي ان الشمس لونها ابيض مش اصفر زي ما اغلبيه اللي عايشين على كوكب الارض شايفينها او فاكرين ان هي لونها اصفر، ودي هيبقى ليها فيديو لوحده. المهم ان ده باين في الفيلم، اي نعم مش طول الوقت، لكن الكادرات اللي كانت الشمس فيها باينه لونها واضاءتها كانوا باللون الابيض او الاوف وايت شويه او ابيض على اصفر شويه. وفي كمان تفاصيل عجباني قوي، مثلا في اللقطات دي الشمس ورا الممثلين، لو بصيت عند الحته دي من الارض وهو الخط الفاصل بين النهار والليل، بمعنى ان الشمس هتشرق في المناطق اللي فيها الليل دلوقتي. بص هنا كده اللون عاملينه برتقاني شويه مع الغيوم، لان الشروق والغروب لون السماء بيتحول للون برتقاني او محمر شويه. ودي تفصيله حلوه من فريق الفي اف اكس والسي جي اي، لان ده هيحسسك بواقعيه المشهد كانهم فعلا بيصوروا في الفضاء مش على الارض وبكرومه خضراء. حاجه برضو كانت عجباني قوي في الفيلم ان الفيلم اسمه جرافيتي، الجاذبيه، فاكيد انه لازم يكون اي حاجه في الفضاء ما يكونش عندها جاذبيه ما عدا طبعا الارض. بس مثلا لما كانوا بيتحركوا وبيمسكوا المعدات بتاعتهم اللي كانوا بيصلحوا بيها تلسكوب هابل، تحرك الايتمز دي معموله في الفي اف اكس والسي جي اي بطريقه كويسه، ودي مش حاجه سهله في الفيجوالز. بس كمان الفيلم استخدم تقنيات متطوره جدا في التصوير وكمان في الفي اف اكس. زي ما قلت لك في الاول، هم اصلا الفيلم اتعمل واترسم واتعمل له انيميشن لكل الحركات والادوات والشخصيات، وابتدوا يصوروا الممثلين وهم بيمثلوا بنفس شكل الحركات وباستخدام روبوتس في استوديوهات معموله اصلا من روبوتس. زي ما انت شايف كده تحركات ساندرا بولوك وجورج كلوني مبنيه اصلا على الحركات اللي عاملها فريق السي جي اي والفي اف اكس، كانوا بيدخلوهم في اجهزه سيميوليشن عشان يشوفوا التحركات هتبقى عامله ازاي، وفي اجهزه بتتحرك بالروبوتس، فالممثل عليه بس ان هو يمثل بايده ووشه، وكمان مش باستخدام كروما خضراء، دول حاطين شاشات عشان الممثل يبقى حاسس هو فين، ولما يتقلب كده في الفضاء يبقى شايف هو ناحيه الارض ولا القمر ولا الشمس ولا هو فين اصلا، هل هو دلوقتي باصص على المكوك ولا باصص على الساتلايت اللي بيتدمر ولا بيصلح في تلسكوب هابل في لوحات اصلا مش موجوده، بيفك محبس، بيربط مسمار مش موجودين. وكل ده اتاخد وتعالج واتاخد وشوش الممثلين وطلع في الفيلم زي ما انت شفت. انا عايز افكرك بحاجه، ان الفيلم ده معمول سنه 2013 واحنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعمل فيلم لسوبر هيرو واحد. في محاولات، بس يا جماعه فيلم معمول من 2013. حتى اللبس كان معمول له انيميشن بالشكل اللي المفروض يظهر بيه في الفضاء. كل بقى المشاهد اللي زي مشاهد الحريق والدمار كل ده مرسوم، ومشهد البالون اللي كل ما اشوفه يضحكني، كل دي فيجوالز، مفيش حاجه كانت حقيقيه
خالص. فالفيلم في رأيي الشخصي كسي جي اي وفي اف اكس وفيجوالز ياخد 9.5/10. هو افضل فيلم يصور الفضاء الخارجي بدقة التفاصيل اللي هم عملوها في الفيلم، حتى في الإضاءة وانعكاس الأجسام على خوذة رواد الفضاء، حاجة كده وهمية ومعمولة بضمير. نيجي بقى إخراجيا، المخرج ألفونسو كوارون مخرج مكسيكي شاطر في هوليوود، عمل فيلم روما، فيلم أخد جايزة أوسكار. ألفونسو كوارون نفسه خد جايزة أوسكار عن فيلم جرافيتي سنة 2013. بس أنا ليه بقول إن الفيلم إخراجيا مش حلو؟ تعالى لي بقى، أنت مين بيشدك؟ أنا عايز أعرف يا ابني، فهمني أنت مين بيشدك؟ مين بيشدك في الاتجاه ده؟ عايز أفهم. أنا مثلا جثة شريف بتشدك يا ابني؟ جماعة الفضاء لو مفيش حاجة مأثرة عليك بجاذبيتها هتقعد تطير في الفضاء كده، يعني لو مفيش قوة بتشدك بتدفعك بتعمل فيك أي حاجة بتكون طاير، زي ساندرا بولوك كده مثلا لما كانت بتطير وعمالة تلف في الفضاء وتلف في الفضاء وهتفضل تلف في الفضاء لو مفيش قوة أثرت عليها أو مفيش حاجة عدلت مسارها أو توقفها. حلو، مفهومة صح؟ سهلة. ده بقى اتنطر من هنا لهنا وهي مسكته وشدته من ناحية. مين بقى اللي بيشده من الناحية دي عشان هي تفضل تشد فيه بالطريقة دي وما بيتشدش وهو عمال يشدها، وهي اللي ممسوكة في مركبة فضائية وهو مفيش حاجة وراه؟ يعني بأقل قوة عندها لو عملت كده المفروض انه يجي ناحيتها. زي على فكرة في أول الفيلم لما هو راح جابها ومسكها وربطها بالحبل بتاعه ابتدى يحركها معاه عادي وبدفع هوائي، لكن هو في المشهد ده عمال يتشد ناحية اليمين. ده في المشهد ده هو زقها كده راحت مشيت في اتجاه الزق، ونص الفيلم بيشدها بحبل وهو ماشي بدفع الهواء. يعني أنا مش مجنون صح؟ أنا قعدت أفكر كده هو إيه اللي مأثر عليه؟ طب يمكن جاذبية الأرض، ولقيت حتى في المشهد إنه مش بيتجه ناحيتها، ده بيطلع لفوق مش لتحت. طب ايه؟ هو اكيد في حاجه انا مش واخد بالي منها، لان لو مفيش حاجه هتبقى حركه وحشه قوي من المخرج انه يبقى فيلم بيتكلم عن الجاذبيه وانت مش فاهمها او مش عاملها صح. حتى لما كانت مربوطه في الارم بتاع الروبوت في المشهد ده، اول ما فكت نفسها هي راحت في اتجاه والروبوت راح في اتجاه. باشا حضرتك الروبوت ده بيمشي في اتجاه، هي لما تتنطر بالطريقه دي يبقى هي على الارض مش فوق، لان في الفضاء الروبوت مؤثر عليه جاذبيه معينه، فهي حتى لو فكت نفسها هتمشي مع الروبوت في نفس الاتجاه، مش هتروح هي في حته تاني. الكلام ده ينفع يحصل على الارض مش الفضاء، لان القوه اللي مأثره عليهم واحده. نيجي بقى لاخراج بعض المشاهد، مثلا المشهد ده. ايه يا اسطى ده؟ انت بتشقطها في الفضاء؟ بتقول بيك اب لاين في الفضاء؟ هو ايه اللي عيوني زرقاء يا فنان؟ الفيلم اسمه جاذبيه بس بتاعت الارض مش بتاعت سعادتك. انت فاهم الفيلم غلط ولا هي اي جاذبيه وخلاص؟ يعني مش فاهم. وبعدين هو في رائد فضاء هيعمل كده؟ خلوا بالكم يا جماعه الفيلم تصنيفه خيال علمي ودراما وتشويق، بس الحدث اللي حصل ممكن يحصل عادي في الفضاء. هو مش زي انترستيلر اللي راح لثقب اسود وثقب دودي، ومش زي فيلم باسنجر اللي راح لكوكب تاني، ولا فيلم افاتار اللي راحوا لكوكب تاني اصلا ولقوا فيه كائنات غريبه. لا هو جنبينا فوق هنا على ارتفاع 535 كيلو متر. ما هم كانوا بيصلحوا في التلسكوب هابل اللي على موقع ناسا، هو بيلف في مدار الارض على ارتفاع 535 كيلو متر. بس ثانيه واحده، في اول الفيلم كان كاتب 600 كيلو متر. كمان مش عارف تكتب 535 كيلو متر. حد هيقول لي ما تفرقش. لا تفرق يا اسطى، دي مدارات بيتفقوا عليها دوليا عشان مفيش حاجه تلف في مدار حاجه تاني ويدمروا بعض زي ما حصل في الفيلم ده اولا. وثانيا لان لو المدار ما اتحسبش صح ممكن الجهاز اللي بيلف حوالين الارض ده بسبب جاذبيتها يا يطير عنها يا يخش غلافها الجوي ويتحرق. في حاجات كده اسمها فري تراجكتوري ولو ميديوم وهاي ايرث اوربت وليله كبيره قوي كده، ابقى روح شوفها في المصادر. في لقطه بقى مضحكه جدا، كان فاضل في تانك الاكسجين بتاع دكتور ستون اللي بتمثل شخصيتها ساندرا بولوك حوالي 7%، فراح جورج كلوني قال لها حاولي ما تتكلميش وتنفسي بالراحه. بعدها ب5 دقايق مثلا قعد يخليها تحكي له عن حياتها وروتينها اليومي ومشاكل الحياه لما بقى عندها 2%. انت عبيط يا اسطى، ايه ده؟ هتموتها. وايه اللي كان شريف بيعمله هنا؟ انت بترقص يا شريف في الفضاء؟ احنا في المالديفز يا ابني، احنا في مهمه رسميه ومساله حياه او موت، مش هزار يا جماعه. رواد الفضاء دول ناسا بتختارهم بدقه شديده قوي وليهم شروط ومعايير وبيفضلوا يتدربوا لشهور واحيانا سنين على ضبط النفس
وازاي تعرف تعيش في الفضاء وازاي تحل المشاكل. مسموح بالهزار، وده بنشوفه في الحقيقه، بس مش الهزار قوي ده اللي يخلينا نشوف هو الحبل هيمسكنا ولا لا. وبعدين لو شفت اي رائد فضاء حقيقي بيهزر هتلاقي 90% منهم هزارهم تقيل، لانهم مش بيختاروهم بنسبه هزار كبيره قوي كده. ولو ما تعرفش روح اتفرج على انترستيلر. العلاقه اللي كانت بين كوبر وتارس مثلا الصراحه مش دايما مطلوبه في الفضاء. هم مش ستاند اب كوميديانز جايين يعملوا فقرات في الفضاء، بس لا، احنا نجيب شريف نخليه نرقص كده ويجرب الحبل هيتفك منه ولا لا. يا شيري مالك. وبعدين بقى في المشهد ده بيقول لها انت ما سوقتيش السويوز قبل كده، اللي هي مركبه النجاه الروسيه. قالت له اتحطمت بيا المركبه في كل مره في السيميوليشن، لكن شوف حكمه ربنا يا مؤمن، نجحت المره دي. وكل باب كانت بتفتحه ولما الضغط يفتح الباب بسرعه كبيره جدا كانت بتعرف تمسك فيه. استاذه فتح البيبان. ايه الجمال ده يا استاذ. بقول لكم ايه، خدوا الكبيره بقى، معلومه ما خدتوش بالكم منها في الفيلم ده. دكتور ستون شخصيه ساندرا بولوك لقب دكتور مش ان هي واخده الدكتوراه في الفيزياء او الميكانيكا مثلا او اي حاجه تانية، لا دي دكتوره طبيه بجد في مستشفى عادي جدا. مش مصدقني؟ بص كده. افهم بقى حضرتك بتعملي ايه في تلسكوب هابل. كبد وجعه، قلبه وقف، انا اللي كبد وجعني. هو في بجد. ولما اتفرجت تاني هي عملت ايه في التلسكوب عشان افهم، قالت ان هي عامله مشروع وان ناسا بتموله، وان ناسا عايزه تجرب مشروعها النموذج الاولي في جهاز هيحطوه في التلسكوب عشان يعملوا بيه الابحاث الطبيه مش عارف على ايه، وان هي بتنصح ناسا في ان هم يعملوا ايه ولا ما يعملوش، وان قسم الهندسه بيعتذر لها ان رايها هو اللي صح. بس ماشي هنقول ان هي دكتوره شاطره قوي تتعلم طلوع الفضاء في 6 شهور بس، واي مركبه تسوقها في السيميوليشن تدمرها وبرضه تطلع الفضاء. والمفروض ان هي اتدربت على كل حاجه ومواجهه الازمات والضبط النفسي وخلافه. ليه طول الفيلم عامله كده؟ مش ممكن يعني ناسا تطلع واحده بتخاف تقريبا من ضلها، لان كده هي نفسيا مش مؤهله. ده حزلقوم كان ماسك نفسه عنها وشغال في فاسا مش في ناسا يا جماعه. بصراحه انا الفيلم حبيته جدا. اول مره شفته اللي كانت تقريبا في 2015 بعد ما الفيلم نزل على التلفزيون، مش فاكر قوي، لكن لما ابتديت احلله واشوفه مره واثنين وثلاثه ابتديت اقول يا سلام بالسهوله دي. ونيجي لاخر حاجه وهميه في الفيلم، وقصدي بكلمه وهميه ان هي وهميه فعلا، وهميه بجد، حاجه وهم. واحده بتدمر المركبات الفضائيه ساقت مركبه روسيه ودخلت سفينه صينيه وبقت بتقول ميني ميني مو زي حد بادي عندنا على كل الزراير لانها مش فاهمه، لان الكلام مكتوب بالصيني. وكل ده عشان تنفصل عن المركبه الرئيسيه وتنزل بمركبه النجاه على الارض. ماشي، لكن تدخل الغلاف الجوي للارض صح من اول مره؟ جديده دي. ليه الفونسو بتعمل كده؟ الفونسو ليه؟ عيب يا يعني ايه اللي انت شايفه صح؟ كاست فيه شخصيتين و3 جثث وصوتين، موتهم كلهم وفاضل واحده، ما تموتها سهله يعني. ويبقى فيلم واقعي ونحبك ونقول هي وفيلم حلو كل حاجه حلوه يعني. ما انا معدي لك كل اللي فات ده، لكن تدخل الغلاف الجوي للارض من اول مره وصح ازاي يعني؟ طب هي فيها ايه؟ اللي اتفرج على فيلم مثلا زي ابولو 13 في لقطه من اللقطات كده كانوا اقل من المسار اللي المفروض يخشوا بيه الغلاف الجوي للارض، لان لو دي الارض فالغلاف الجوي اللي المفروض رواد الفضاء وهم داخلين الارض يخشوه هيبقى سمكه قد سمك الورقه دي. وده ليه؟ لان زي ما قلت قبل كده، لانك لو فوتت الدخله هتطير في الفضاء تاني وهتفوت الارض، يا اما جاذبيه الارض هتسحبك لتحت وساعتها هتتحرق في الغلاف الجوي بصوره فظيعه. انا طبعا مش هتكلم عن مشهد طفايه الحريق، انا هسيب لكم انتوا التعليق، لكن مشهد النهايه ده ما يعديش كده. وقال ايه؟ ان مركبه النجاه بترجع للارض اوتوماتيكيا. ماشي، هو ده موجود فعلا من زمان، ان مركبه النجاه هتحدد مسار دخول الارض الري انتري، ويبقى برضه دور عليها او هتلاقيني حاططها لك تحت في المصادر. الموضوع صعب جدا بس ماشي، المركبه محدده المسار، بس هي اصلا كانت دخلت الغلاف الجوي والمركبه عماله تتحرق والحطام عمال يخبط فيها، والمشهد كان مشوق جدا ان هي ازاي كل ده ونزلت على الارض فعلا. وبعدين نزلت في بحيره وسط الارض اللي هو هتعوم كام متر ايه، دي خبطت في الارض اصلا وتوصل للشط. حتى دي مشكله في الفيلم، لان الارض حوالي 70% منها ميه و30% الباقيين ارض، والنسبه الاكبر من ال70% من الميه محيطات مش بحيرات او بحار. يعني النسبه الاكبر ان هي لما تنزل على الارض تنزل في نص المحيط، يعني تنزل تموت برضه. لكن لا هنقفل الفيلم كده، لا هي تنزل في بحيره وسط الارض وتقوم وتمشي عادي. والمصيبه ان ده اللي حصل، ان هي نزلت ووقفت على رجلها، ودي برضه حاجه مش واقعيه. لانك لو بتشوف رواد الفضاء لما بيرجعوا من الفضاء ويطلعوهم من الكبسوله بيساندوهم في الوقوف، واحيانا كتيره قوي بيقعدوهم على كراسي ويمشوهم. ليه بقى؟
عشان الجاذبية، لأن فوق في الفضاء مفيش جاذبية، فالجسم بيرتخي وبينسى أصول المشي لو ممكن نسميها كده. فلما بينزل على الأرض الجاذبية بتشده، فكأنه لسه مولود وبيتعلم المشي من تاني، فبياخد شوية وقت على ما جسمه يتعود تاني على المشي. لكن هي عادي وقعت سنة عشان الطينة، بعد كده وقفت على رجلها وفردت ظهرها ومشيت، والفيلم قفل جرافيتي. أنا اللي اتقفلت. بس بصراحة فيجوالز 10 من 10. الباقي كله نقول 2 عشان الدراما كانت فيه حلوة. بس أنا كل ما أشوف عملوا إيه هنا في الفيلم ده وكمية السي جي اي والفي اف اكس والفيجوالز، وارجع اشوف انترستيلر ونولان اللي كان بيحاول دايما انه ما يعملش اي سي جي اي في الفيلم، يكبر في نظري اكتر. واللي اتعمل في جرافيتي بشخصيتين و3 جثث وصوتين قفلني قوي بصراحه. بقول لكم ايه، لو عجبتكم الحلقه اعمل لايك وشير، واكتب لي في الكومنتات ايه رايك في الفيلم، وهل كنت تعرف كل الحاجات دي عن الفيلم ده، واعمل لي فولو على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك. وبكده خلص الكلام. باي. على جرافيتي يا عيال، والله عيوني زرقاء. في الفضاء، في الفضاء.